بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا امارات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض تفريز البطاطس الصوابع اللي هي بتاعه التحمير بطريقه سهله وبسيطه، مش هتاخد معانا وقت وهتوفر معانا وقت كتير في رمضان واحنا صايمين. شايفين؟ لو عندك كميه بطاطس يلا هاتيها وحضريها، وهتلاقي الطريقه معايا سهله وبسيطه. هتيجي ساعة السحور او في الفطار، مش هتاخد معاكي وقت. هتقومي ساعة السحور تطلعي الكيس متجمد من الفريزر، هتحطيه في الزيت وبقت جاهزة معاكي، لا هتقشري ولا هتقطعي. طبعا انا عملت الكمية دي، انت عندك اي كمية حابة تعمليها اعمليها على حسب عدد اسرتك. ويلا يا حبايبي، قبل ما نبدأ الفيديو متنسيش تحط لايك عليه وتقولي لي رأيك تحت في التعليقات. ويلا يا حبايبي مع بعض نشوف هنجهزها ازاي. طبعا انا قطعت البطاطس الكمية دي كده، هقطع معاكم واحده اوريكم انا قطعتها ازاي. طبعا التقطيعه دي براحتك بقى. طبعا انا بحب البطاطس تكون مش رفيعه قوي، انت بقى براحتك على حسب التقطيعه اللي انت عايزاها. شايفين التقطيعه دي كده؟ هكمل ديت معاكم واقول لكم هنعمل ايه بعدين. طبعا لو عايزاها مقرمشه انت بترفعي التقطيعه عن كده، لكن احنا ما بنحبهاش مقرمشه قوي. كده اكون خلصت البطاطسايه وخلصت تقطيع الكميه اللي معايا. شايفين؟ دي بقى انا غسلاها كويس. طبعا هسيبها بقى منقوعه كده قد ساعه، بس هحط لها في ميه النقع دي فنجان صغير من اللي هو بتاع القهوه ده خل، ومعايا نص ليمونه هعصرها برده كده واحط القشره معاها. وطبعا النقعه ديت انا بعملها عشان تنزل النشا الزياده اللي فيها، ودي بقى مقرمشه وانا بحمرها. وهحط لها كمان معلقه ملح عشان تبقى متملحه. طبعا معلقه دي صغيره، انا هحط 2. هسيبها بقى منقوعه ساعه عشان زي ما قلنا تنزل النشا اللي فيها الزياده، وانا بحمرها تبقى مقرمشه. بعد ساعه هرجع اوريكم هنخزنها ازاي مع بعض. كده يا حبايبي بعد ما عدى عليها ساعه منقوعه كده في الميه والخل والليمون والملح، هوريكم بقى هصفيها وارجع اقول لكم هنعمل ايه. وكده بعد ما صفيتها في الميه وحطيتها في المصفى، هتجيبي بقى اي فوطه عندك، فوطه مطبخ او اي حاجه طبعا تكون نظيفه، وتاخديها تنشفيها خالص من الميه كويس. نشفيها ما تخليش فيها اي ميه. دلوقتي هنشفها واقول لكم هنعمل فيها ايه بعدين. وكده بعد ما اتاكدت ان هي نشفت هكمل بقى انشف انا الكميه ديت وارجع اقول لكم هنعمل ايه تاني. وكده يا حبايبي بعد ما نشفتها بالفوطه، فوطه المطبخ، اتاكدت ان هي ناشفه خالص. حتى الطبق اللي انا رجعتها فيه نشفته. طبعا في طرق تخزين كتير. في ناس بتحمرها نص تحميره وتفرزها، في ناس بتحطها خضرة جنب زي ما هي كده يعني، وتفردها على صينيه مثلا في الفريزر لحد ما تتجمد وترجع تعبيها في اكياس. لكن احنا هنحطها في اكياس على طول، مش هنحطها في الفريزر ونستناها تتحمر ونعبيها، وعشان ما تمسكش في بعض. طبعا ديت طريقه صحيه يعني. في ناس بتحمرها نص تحميره بتشرب زيت كتير. على الكميه ديت انا هاخد معلقه زيت كده كبيره بس كده. هي دي المعلقه اللي هنغلف بها البطاطس كلها. هنقلبها بقى كويس بالزيت تتغلف ونعبيها في الاكياس. وكده اتاكدت ان هي اتغلفت بالزيت خالص. في ناس بقى ممكن تطلعها اللي عندها اير فراير، تطلعها في المرحله دي من الفريزر وهي متجمده، تحطها على طول في الاير فراير وتتحمر معاها تبقى صحيه. في ناس ممكن بقى تطلعها تحطها في الزيت، ممكن تحطها على ورقه زبده في الفرن، باي طريقه. طبعا التفريزات ديت بتوفر معانا وقت، وخصوصا للناس الموظفين
زي ما قلنا قبل كده. وحتى لو مش موظفين في رمضان احنا بنصحى من النوم بعد الظهر، فبنصلي ونبدأ بقى في عمل الفطار كده، بتريحنا وتوفر وقت كتير. دلوقتي بقى هعبيها في اكياس وارجع اوريها لكم. وكده يا حبايبي اعملوا معايا 4 اكياس، ربطتهم كده وجهزتهم، بس 6 الكيس ده هعمله معاكم عشان اوريكم ازاي بقى بطلع الهواء منه. كده ونربط العقدة كده، وقبل ما نشد عليها نطلعها فوق خالص ونفرد كده. كده ما تاخدش مكان معانا زي ما قلنا قبل كده في الفريزر، وتفك معانا بسرعه. بس دي طبعا احنا هنطلعها وهي متجمده نحطها في الزيت. وكده بقى جاهزه عندي. هتقومي بقى ساعه السحور عايزه تحمري بطاطس، هتطلعي الكيس تولعي على الزيت وتقومي حاطاه في الزيت على طول. ساعه الفطار برضو لو عايزه جاهز عندك، هتطلعي الكيس من الفريزر على طول، لا هتقشري ولا هتقطعي، وتقومي محمراه ومجهزاه على طول. طبعا انا عملت الكميه ديت لان دي كميه البطاطس اللي كانت موجوده عندي، وانا مفرزه بطاطس تانية محشيه جبنه وساده. هنزل لكم برضو الفيديو بتاعها، يعني بنحاول نشكل كده. وكده يا حبايبي اكون خلصت الفيديو معاكم النهارده. اتمنى ان هو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تحطوا لايك عليه وتشيروا مع اصحابكم وحبايبكم، وما تنسوش تقولوا لي رايكم تحت في التعليقات. ولو عايزين اعمل معاكم اي حاجه قولوا لي عليها تحت في التعليقات وانا اعملها معاكم. وهسيب لكم لينك الصفحه بتاعتي على الفيسبوك في اول تعليق، روحوا شوفوها هتلاقوا عليها حاجات حلوه كتير غير اللي بنزلها معاكم هنا. وسلام.